يا اهلا وسهلا بكم بلوك التكنولوجيا، وجه وقت مقارنة الكاميرات، مقارنة الايفون 14 برو مع الاس 23 الترا. الموبايلين دول موبايلين فظاع، دول اقوى كاميرات انت ممكن تاخدها من موبايل، من حاجة تتحط في جيبك وتصور بيها. دي اجمل صور، دي انقى دايناميك رينج، دي احلى شارب من الصور، دي احلى فيديوهات. بصوا، بنعمله كل سنه، هنوريكم الصور بتاعت الموبايلين. طول الوقت في موبايل ما على اليمين وفي موبايل ما على الشمال. بعد كده هنسيب لكم بضع ثواني هتخمنوا في الكومنتس. بعد كده هنوريكم، هنعلن عن مين الموبايل ده ومين الموبايل ده. جاهزين؟ يلا بينا. اوكي، نبدا باول صوره على طول من محميه وادي دجله، حته كده جميله انك تاكسبلور فيها الطبيعه. باين هنا ان في موبايل صورته حلوه، وهنا في موبايل صورته في الدايناميك رينج في السما، باين في حياه تانية في فوق، فاهم؟ هنا تحس الصوره ميته شويه، هنا الصوره حيه جدا. نفس الصوره من مكان مختلف، بس هنا الصوره دي كانت معموله عشان نشوف الشخص الصغنون الصغير اللي جوه ده، ماشي؟ تقريبا هنا الصورة على 3x، واللي ملاحظينه ان على 3x في شخص هنا منور وفي شخص هنا مضل، يعني في فرق كبير في ده. نوريكم 10x ولا هتحرق قوي من الايه؟ خليها ما نوريها لكوش ونرجع لها بعد ما نعلن مين الموبايلين. الصورة بعدها ممكن نسميها بوز السرسجي، كنت بحاول اخد شكل سرسجي جدا كده، والصورة دي معمولة على بورتريت 3x. اكتر مود انت ممكن تستخدمه وتطلع منه صور تحفة في اي سفرية في اي مكان، ده المود الجميل. فهنا عامل بني ادم، العزل حلو، مش شايف فيه اي غلطات في اي حته، ودي حاجه كويسه قوي الصراحه. في غلطه صغننه قوي هنا في الكوع ده، بس يعني مش باينه قوي. هنا مش باينه البتاعه دي، بس هنا انا شايف الوان دايناميك رينج اكتر كتير. الجلد حيوي شويه كده، هنا الجلد ميت حبتين، ولكن الصورتين صراحه ممتازين، عزل تحفه في الصورتين. التجربه الثانيه لبورت 3x صديقي مودي، الدنيا لطيفه. هنا الجلد برضو لونه احلى سنه، هنا تحس الالوان اهدى شويه. الستايل عجباني قوي الصراحه، مش قادر اقول في واحده عجباني اكتر من الثانيه، الاثنين ممتازين قوي. صوره سيلفي من غير عزل، من غير بورتريت، من غير اي حاجه، فتحنا كاميرا سيلفي وصورنا صوره عاديه. هنا تحس فيه اوفر شاربنينج، هنا تحس في تفاصيل باينه شويه في الدنيا، هنا في حاجات كده. هنا تحس الصوره يعني فيها دايناميك رينج اكتر، شايف السما هنا لونها لبني كده، هنا السما متاخده شويه، مش باين اللون ده قوي. هنا البشره احلى كتير، هنا شارب اكتر كتير. مش عارف اقول انا ميال لاني لوك اكتر، ممكن اكون معجب بالالوان هنا اكتر، ولكن هنا معجب بالشاربنس اكتر. ده فيديو تافه جدا، ولكن هيعرفكم حاجه، فمش هوريكم الفيديو ده غير لما نرجع له تاني. اوكي، وده الاختبار الاقوى للكاميرات، سينماتيك مود او اكشن مود او الاستابلايزيشن بتاعت الكاميرات في الفيديو. بنجري حرفيا، بنجري جري اسبرنتايه، بننط من فوق الصخره واحنا ماسكين الموبايلات. تعالوا نتفرج على الفيديو مع بعض. على الشمال هنا موبايل، على اليمين هنا موبايل. عايز تركز في حاجتين. اول حاجه بص النطه، شفتوا الرزعه دي نطه، ماشي؟ الفيديو هيتشاف كذا مره عشان تلاحظوا ايه الحاجات اللي فيه. تعالوا نبص عليه تاني. هنا الصوره ثابته، كانت ثابته في الاول، بص النطه، مع النطه الموبايل ده راح يعني راح خالص. هنا قدر يستوعب النطه شويه، وانا يا جماعه ماسك الموبايلين كده، انا ماسكهم كده، انا بجري بيهم كده، مش بجري كده وواحد بيتنق كده، انا بجري كده، بجري موبايلين كده. فاللي هو لو اي حاجه حصلت هتحصل للموبايلين مع بعض، اي حاجه راحت يمين او شمال الاثنين هيروحوا مع بعض. فاحنا شايفينه هنا الاستابلايزيشن في الجري من وجهه نظري هنا احلى، يعني هنا وانت بتجري عادي احلى، بس في الخبطات اللي جامده اللي انت بتترزع فيها، بص مفيش ولا كانه اتحرك. ده حاجه كده غريبه. ده اللي هو لما، مش عايز اقول لك اني واحد، ده اللي هو لما كده ده ثابت، ولكن في الكده ده احلى الصراحه. اوكي، شويه اختبارات كاميرا بالليل. انا مسحت الكاميرات كويس جدا وانا باخد الصوره دي. صوره مش حلوه، يعني خلينا نقول واقعيين، الصوره مش حلوه. الصوره هنا السما باينه، اللمض احلى، الزرع باين، لا هنا الصوره احلى بكل مقاييس. دي صوره صراحه وحشه قوي. نفس الفكره مره تانية، دي صوره يعني اجمل من وجهه نظري، بس الصورتين عامه مش احلى حاجه. اللي ده هنا كانت صعبه قوي قوي قوي. نفس الفكره نايت مود تاني، ده موبايل قدر يجيب حاجات في النايت مود، ده اخره مش عارف يجيب. وهنا يا جماعه انا مش فاتح وضعيه النايت مود، انا سايب الموبايلين عادي اللي هو بالوضعيه العاديه. نجرب بقى الفيديو الليل، دي حاجه هتبهرك. في فرق كبير، تحس كاميرا يعني مش ممسوحه، كاميرا بايظه، وكاميرا التانية
باينه، يعني في فرق كبير قوي قوي بين الاثنين، مفيش مقارنه حاجات. يعني ده اكتر حاجه. هنا النويز اقل، هنا الدنيا لونها اسود اكتر. لا الصراحه الفرق هنا، بص حتى السما هنا لونها نويز، هنا السما مظبوطه معمولها صح. طبعا لازم نسلم على استاذ رمسيس، جالي فرصه حلوه جدا ان انا اروح المتحف المصري الكبير قبل ما يفتتحوه رسميا. في كميه حاجات يا جماعه، انا مبهور ان الحاجه دي موجوده في مصر. انا كنت فخور جدا جدا وانا داخل المكان ده، وما كانش ينفع اصور اي حاجه غير التمثال ده. فتمثال رمسيس الثاني موجود، ومن الواضح ان في موبايل هنا مطلعه احلى شويه، وفي موبايل تاني مطلعه مش قوي. يا جماعه المكان ده بجد فظيع في كل حاجه. ولو انتوا ركزتوا كده هتلاقوا فيه هنا مربع كده ناقص من ضمن كل مربعات الحاجات الهيروغليفيه دي. المربع ده معمول ان الشمس تدخل منه مرتين في السنه، مره وقت مولد رمسيس الثاني، ومره تاني وقت تتويجه ملكا لمصر، والمرتين دول الشمس بتخبط في وشه. هم عاملين حاجه كده هيستوريكال على شويه ساينتفك مش عارف ايه، الشمس بتخبط مرتين بس في السنه من الحته دي. فالصراحه تحفه، يعني حاجه كده تحس ان انت مبسوط بتشوف حضاره وانت داخل. بس فالمتحف الصراحه حاجه جميله قوي، والاجمل الصراحه دي برده فاهم، ده رمسيس الثالث يبقى فظيع. والموبايل هنا يعني انا بقى مش عارف اوريتها لكم ليه، بس قلت اوريكم بس مجرد الصوره يعني عادي، بس ما ملاش اي معنى، ملاش اي مقارنه. الصورتين ممتازين الصراحه، هما الاثنين تحفه يعني، ودي اتحف يعني. بس شكرا جدا. جاهزين تخمنوا مين هو الاس 23 الترا، مين هو الايفون؟ هسيب لكم 5 ثواني كده والصور شغاله قدامكم على الشاشه، تختاروا في الكومنتس دلوقتي مين هو الاس 23 الترا ومين هو الايفون 14 برو. 5 4 3 2 1. اوكي، اللي على اليمين هو S23 الترا، واللي على الشمال هو الايفون 14 برو. الاس 23 الترا فيه دايناميك رينج في الصور فظيعه السنه دي، السما لبني، الحاجات باينه هنا. وده غريب لان ال 14 برو اول ما نزل انا كنت مبهور بالدايناميك رينج. احنا كل سنه بنعلي على نفسنا في الدايناميك رينج بالذات، بنشوف حاجات فظيعه. ده تحفه. S23 الترا اللي وصله السنه دي فظيع. وطبعا الحاجه اللي ما كنتش عايز اوريها لكم عشان هتحرق قوي الموضوع ده، هي ال 10 اكس. يعني هو مفيش مقارنه في ال 10 اكس ما بين الاس 23 والايفون. يعني انت شايف شخص شايف بكسلات، يعني شخصين مختلفين عن بعض تماما يعني. وده اللي ما كنتش عايز اوريه لكم عشان السينماتيك مود بتاع الايفون كان هيبين. ده سينماتيك فيديو على الايفون، عامل عزل كده. هو بغض النظر ان العزل كله غلطات، وكل شويه انت لما بتوقف بتشوف هنا في حتت مش متشاله في العزل، بس هو روش يعني، واحنا روشين جدا 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 برضه يعني. وده بصراحه اللي ابهرني. الايفون في الجري الطبيعي وانت بتجري هو ثابت اكتر، ولكن في الخبطات الفظيعه اس 3 بيظبطها احسن كتير. وده كان بصوا النازله، ده راح، ده كان مكمل ثابت. فده الفرق الموجود. انا بصراحه ما اعتقدش ان انا وانا بصور هكون بتهبد في الارض الهبده دي، وانا يعني ده مش طبيعي، انت عمرك هتصور كده يعني، الا لو انت مثلا المحتوى بتاعك بتعلق الموبايل في عجله، بتعلق الموبايل كده وبتجري ماشي، ده في الحاله دي اس 3 هيكون احسن كتير بالنسبه لك. ولكن في الحالات الطبيعيه اللي انت ماسك الموبايل وبتجري بيه او تمشي بيه حوالين داير، الايفون كان احلى شويه. بس كده الموبايلين صراحه اللي وصلوا له في الثبات ده حاجه ممتازه يعني. النايت مود السنه دي كان خرافي في الاس 23. انا شايف هنا كاميرا شايفه في النور القليل، وهنا كاميرا مش شايفه، وده ممسوح، دي مش كاميرا معفره ولا دي كاميرا ممسوحه. فهنا مفيش مقارنه. النايت مود في الاس 23 حته ثانيه السنه دي. وده اختبار الفيديو بالليل الصراحه، مفيش مقارنه فيديو بالليل، مفيش مقارنه. اس 23 برضو في حته ثانيه خالص يعني، تفوق على نفسه السنه دي الصراحه. وبس كده، دي كانت مقارنه الكاميرات الايفون 14 برو والاس 23 الترا. عجبك الفيديو لازم تعمل لايك، وقول لي في الكومنتس تحت كده هل انت كنت متوقع الحاجات دي من الاس 23 ولا انت كنت متوقع اللي هو الابجريدز الطبيعيه. لان الصراحه السنه دي يا جماعه انا ما كنتش متوقع من اس 23 تماما الاداء اللي حصل والابجريد اللي حصل في الكاميرات. ده كان فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو لازم تعمل لايك، تشترك في القناه، اشوفكم في الفيديو اللي جاي.